كيتشوب بطريقه جد سهله. في اناء اللي كنوضعوا فيه كوب ديال الماء، 4 معالق ديال الصلصه ديال الطماطم، معلقتين ديال السكر، معلقه ديال الخل. كنحركوا الخليط جيدا ونوضعوه فوق النار، نخليوه حتى يعقد اولا واحد المده ديال 5 ديال الدقائق حتى نحصلوا به عقد واحد شويه. كنوضعوه في اناء وكنوضعوه في الثلاجه نخليوه حتى يبرد. في هذا الاثناء كناخذوا اناء اخر وكان اللي كنوضعوا فيه كوب ديال الماء ومع 3 المعالق ديال النشا اللي كنمزجوهم جيدا ونوضعوهم فوق النار مع التحريك المستمر دائما. نخليوهم حتى يعقدوا ويوليو على شكل كريمه ايضا، وكنخليوه حتى هو يبرد. من بعد ما كيبردوا كناخذوا الخليطين بجوج، الكريمه ديال النشا مع الصلصه اللي حضرنا من قبل وخليناها تبرد، كنوضعوهم في خلاط الكهربائي، كنضيفوا عليهم نص معلقه ديال المطاط، كنخلطوا الخليط جيدا وكنتحصلوا على هاد النتيجه. هذه كيتشوب رائع. اللون ديالو على حسب الرغبه ديالكم، بغيتوا تزيدوه اللون كتضيفوا الملون الاحمر الاصطناعي، الا بغيتوا تكتفيوا بهذا اللون هذا كتخليوه كما هو وكتقدموه لوليداتكم بهذه الطريقه هذه مع البطاطس او مع اي حاجه حبيتوها، وبالصحه والراحه.